السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بين الأفكار التي تسمم بها عقول بعض الفتيات الأفكار النسوية بين قوسين، مسألة حققي ذاتك واشتغلي وسعي من أجل الوظيفة ومن أجل العمل ومن أجل ما يصطلح عليه بين آلاف الأقواس بتحقيق الذات. أما فيما يتعلق بالزواج، فالزواج يقال عنه أنه قسمة ونصيب، وأنه سيأتي مع الوقت وما يعبر عنه بهذه العبارات. المشكل هو أن أولئك الفتيات يخضعن لفكرة مسمومة، لا يفهمن ولا لا يعين حينها أنها مدمرة إن لم يتجاوزنها أو إن لم يتخطينها إن صح التعبير. لماذا؟ ستسألني لماذا هي فكرة مدمرة؟ فمثلا باعتبار أن الزواج قسمة ونصيب أو كما يعبر عنه، فالعمل أيضا وتحقيق الذات قسمة ونصيب. لماذا أنت مثلا ستؤجلين الزواج؟ قد يتقدم إليك شباب صالحون غايتهم الإعفاف والعفاف، وغايتهم إنشاء الأسرة وإقامة رابطة وثقة، ألا وهي نحن نعلم أنها هي الميثاق الغليظ كما سماها الله سبحانه وتعالى، والتي هي الزواج بطبيعة الحال. لكن ترفضينهم بحمق منك بهدف أنك تريدين الوظيفة أو تسعين خلف تحقيق طموحاتك. قد يقال لي من حق أي فتاة أن تسعى من أجل تحقيق ذاتها ومن أجل تحقيق غاياتها، نعم، لا أحد ينكر هذا، لكن لا تلبثين أنت مع ذلك التفكير الأهوج بين قوسين، لا تلبثين أن تصبحي نادمة على ما فعلت. بعد مرور بضعة سنين سوف تجدين مثلا أن اللواتي كن في مثل عمرك قد أنجبن وصرن أمهات، ولكنك أنت لم تزالي تسعين خلف ما يعرف بتحقيق الذات، وستندمين حينها وستقولين يا ليتني ما أنصت لتلك العبارات التي يمكن أن يعبر عنها بأنها عبارات تبدو للوهلة الأولى على أنها عبارات وردية لماعة. لو لم تقعي في فخ أنك أنصت لتلك العبارات وتأثرت بها لربما كان حالك أفضل. فعلى أي أو هذه الفكرة تنتشر بين بناتنا اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، فيؤجلن الزواج من أجل أهداف يعتبرنها أهدافا سامية، وهي ليست كذلك إن صح الوصف، والله أعلم. مهم، سأشارك معكم مقطعا يعود لمسلسل ربما كلكم تذكرونه أو على الأقل البعض منكم يذكره. هذا المسلسل تلقى انتقادا لاذعا وواسعا من طرف الأستاذ الداعية ياسين العمري حفظه الله السنة الماضية، وهذا الأستاذ تلقى هجومات أو كما يقال الهجوم المضاد أو رد الفعل أو ردود أفعال من طرف الفنانين والمشاهير والصحافة وإعلام الدجال إن صح التعبير، لأنه باختصار أو ببساطة انتقد هذا المسلسل، وهو الذي كان يصور لنا أن الراقصة وأن الرقص والمجون هو حياة أو هو مهنة شريفة قد تمتهنها أية امرأة من نسائنا، ولا أحد أنا أقولها وأتحدث عن العقلاء وأنا مسؤول عما أقول، لا أحد منا يرضى ذلك لأخته أو في أمه أو في زوجته أو في ابنته مستقبلا. من منا يرضى أن تكون ولو واحدة من أقربائه راقصة في الملاهي الليلية؟ المهم، ذلك المسلسل كلكم تعلمونه يتحدث عن الراقصة ويحاول أن يجعل المجتمع يطبع مع الراقصات ومع الرقص ومع المجون. فعلى أين في هذا المسلسل تلقيت مقطعا قصيرا قيل أن صاحبته كانت الممثلة يمكن أن نقول عنها البطلة، كانت ترنو إلى تحقيق ذاتها. لازلت أتحدث عن نقطة تحقيق الذات التي مثلا تجعل النسويات
يلجأن أو يختبئن خلفها ويحاولن من خلالها البروز والنتوء للمجتمع، أو أنهن نساء مكافحات وناجحات وبالغات أو لم يبلغه أحد من قبل ولن يبلغه من بعد، يعني حسب ظنهن. فعلى أي الفكرة التي قلت أن هذه البطلة كانت تسعى هي الأخرى إلى تحقيق ذاتها، وما تحقيق ذاتها إلا في الرقص. والأمر الطريف والذي تحدثت عنه في بداية الفيديو أن التي تسعى لتحقيق ذاتها مع سرعان ما تندم لأنها أثارت تحقيق الذات عن الزواج. فهذه التي قيل عنها أنها راقصة وأنها تريد تحقيق ذاتها في الرقص وفي اللهو والمجون، سرعان ما ندمت، رغم أنها لسان حالها وهي كانت ترقص يقول: الرجل والزوج والزواج أمور ثانوية غير مهمة. والله ما خلاها داتو والله إذ أنك أيتها المرأة يجب أن تحققي ذاتك، يعني هذا لسان حالها كان يردد: أنت أيتها المرأة المسلمة عليك، أو أنت أيتها المرأة عليك أن تحققي ذاتك. أما فيما يخص الزوج والزواج ومؤسسة الأسرة فهي أمور ثانوية، تحقيق ذاتك أولى، تحقيق ذاتك أولى. فهذا خطأ تقع فيه النساء. لكن كما قلت سرعان ما وجدت هذه الراقصة بين قوسين تبكي وتندب حظها العاثر لأن أحدهم كانت تعرفه قد تزوج بغيرها أو تزوج من غيرها. فما هذا التناقض، أو إن صح التعبير هذه هي الحقيقة التي تفر منها النساء اللواتي، خصوصا يعني أخص بالذكر اللواتي يسعين إلى تحقيق ذواتهن، ضاربات عرض الحائط أهمية الزواج وأهمية إنشاء مؤسسة الأسرة. فهؤلاء النسوة سرعان ما يندمن ويرتبكن ويتوثرن. فالمهم سأترككم مع هذا المقطع، هو قصير وقد يضحك البعض، على أي مهم يعبر عن مآل كل من سولت لها نفسها أن تهمل الزوج والزواج وأن تسعى خلف تحقيق الذات. صراحة للمرأة المسلمة، أتحدث عن المرأة المسلمة، لا يوجد مستقبل أفضل من زوج صالح ومن أن تربي أطفالا صالحين يافعين ينفعون المجتمع وينتفع منهم المجتمع والإسلام. فهذه أعظم وظيفة للمرأة، للأسف طمست في يومنا الآن وفي وقتنا الحالي، وجعلت على أنها تحقير إن صح التعبير لهذه المرأة، وإقصار لحريتها، أو وكبح وكبت لحريتها في المطبخ كما يعرف بين قوسين. فعلى أي هذه أشرف مهنة للمرأة، أن تكون ربة بيت، وأن تكون أما صالحة وزوجة مطيعة صالحة وأما مربية، يعني تربي لنا أجيالا وأجيالا صالحة بحول الله بطبيعة الحال. فهذه الوظيفة والتي هي يعني يمكن أن يقال عنها أنها غريزة الأمومة في كل فتاة. فبطبيعة الحال كل من تسعى لتحقيق ذاتها سوف تندم، لأنه لا يوجد تحقيق الذات إلا مع الزوج الصالح، هذا هو الأصل. وهذا ما جعل هذه المعهتوها بين قوسين أو الراقصة تبكي وتندب حظها العاثر، لأنها لم تتزوج وظلت ترقص في الملاهي الليلية، وبالنسبة لها هي تحقق ذاتها بالرقص. إنه الجنون.